وهنا اللحظة المهمة جدا، أول مرة تشوف ابتسامتها. خلينا نشوف فرحتها مع بعض وإزاي هي كانت فرحانة وهي بتشوف لأول مرة. عايزك تبص معايا على الصور ديت وقول لي رأيك بصراحة. الحالة دي صعبة؟ يعني معظم الناس اللي هتبص على الحالة دي هتقول لك لا دي عضة مفتوحة مع ازدحام بسيط، بس الحقيقة ان الحالة دي من اخطر الحالات بتاعة التقويم. السبب ان هي عاملة زي السهل الممتنع، تبان لك سهلة تبان لك بسيطة، اي دكتور يقوم داخل ويقوم عامل مصيبة فيها. طب ليه الكلام ده؟ خلينا نبص على البنوتة الأمورة ديت رضوى، وبداية قصة حالة رضوى لما دخلت العيادة كانت حالتها شكلها بسيط، عضة مفتوحة ازدحام خفيف، وأي حد ممكن يبص على الحالة ويقول سهلة. بس في الحقيقة علاج العضة المفتوحة ما بيتقاس بالشكل، أهم حاجة فيها مش التقويم نفسه، أهم حاجة سبب العضة المفتوحة. في أي حالة عضة مفتوحة لازم الأول نعرف العضة دي حصلت ليه، لأن بعد ما بنعرف السبب الحقيقي ساعتها بس نقدر نحط خطة العلاج الصح. لكن لو السبب ما تحددش صح خطة العلاج هتبقى غلط، والنتيجة ممكن تودي الحالة دي في اتجاه أبعد بكتير من المشكلة الأصلية، وممكن تعمل مشاكل أكبر من اللي كانت موجودة من الأول. علشان كده أخطر حاجة في العضة المفتوحة إنها ممكن تبان بسيطة، والتشخيص هنا ما ينفعش يكون اجتهاد، لازم يكون عند دكتور متخصص طبعا زي احنا زينا كده، لأنه الوحيد اللي بيقدر يشخص السبب ده بدقة ويحط خطة علاج آمنة للحالة. خلينا اقول لك على اكبر مثال للكلام ده في حالة رضوى. في الاول اي حد ممكن يبص عليها يقول دي والله عضة مفتوحة بسيطة، يمكن عادة بتمص صوابعها، يمكن مشكلة سنان بسيطة. لما اشتغلنا صح اكتشفنا ان ده مش حقيقي، عملنا الاشعة وبصينا على العظم نفسه، لقينا ان المشكلة مش في الاسنان خالص، مش اساس المشكلة الاسنان، المشكلة كانت في العظم نفسه. العظم اللي ورا الجمجمة اللي هو العظم الجمجمة من ورا كان قصير شوية، والعظم اللي قدام كان أطول، وده خلى وش رضوى كمان يبان مطول. يعني ببساطة اللي ورا قصير فاللي قدام يبان أطول، ولما يكون اللي ورا قصير اللي قدام بيفتح، وده عمل مشكلة في وضع الفك العلوي مع الفك السفلي، فحصلت العضة المفتوحة. يعني السبب ما كانش عادة ولا كان مشكلة أسنان، السبب كان عظم. طيب هل كل الحالات دي بتحتاج جراحة؟ لا، في الحالات الصعبة جدا اللي هي بتبقى العضة أكبر من مستوى معين ممكن نقول والله إنها محتاجة جراحة، لكن حالة رضوى كان ليها حل ذكي جدا من غير جراحة. نيجي نبص على الحل وعلاج الحالة. في حالة رضوى الحل كان إننا نخلع 4 أسنان، 2 فوق و2 تحت، وده الخلع ده بيعمل حاجة مهمة جدا اسمها تأثير الكوبري. تخيل الكوبري مفتوح ولما بيقفل الناحيتين بيقربوا من بعض، نفس اللي بيحصل في الأسنان، الفك العلوي والفك السفلي. لما خلعنا 4 أسنان العضة المفتوحة بدأت تقفل واحدة واحدة زي ما الكوبري بيقفل، فلما العضة تقفل المشكلة اللي كانت في العظم بدأت تتحل. الجزء السفلي من الوش بدأ يقصر شوية ويبقى متوازن أكتر مع الجزء اللي فوق، وبكده زوايا الأسنان بدأت تتظبط، وضع الفك اتحسن، وش رضوى بدل ما كان مطاول بقى شكله مستدير وجميل، والابتسامة بعد ما كانت العضة مفتوحة قفلت وبقت ابتسامة مريحة وجميلة. علشان كده الحل ده كان أنسب حل لحالة رضوى. في ناس تقول ليه نخلع؟ ما نعمل تقويم عادي وخلاص ومن غير خلع يا دكتور، والحالة ما فيهاش يعني زحمة. طب لو عملنا كده ايه اللي ممكن يحصل؟ لما نفرد الزحمة من غير خلع الأسنان بتطلع لقدام، ولما تطلع لقدام العضة تفتح أكتر. طيب هنعمل إيه ساعتها؟ هنقفل العضة بأساتك. طب هنا المشكلة إيه اللي هيحصل؟ إن إحنا هنحول الحالة من عضة مفتوحة لابتسامة لثوية، ومش بس كده، هتتحول لابتسامة لثوية وبعد شوية العضة تفتح تاني. عشان كده في الحالة دي الخلع كان الحل الصح، مش عشان التقويم يشتغل، لا ده عشان النتيجة تفضل. اخترنا خطة العلاج الصح وما شاء الله النتيجة كانت تحفة، وده شكلها قبل وده شكلها بعد، وده وشها قبل وده وشها بعد، وده أثناء ما كنا شغالين وده أثناء ما كنا بنفك التقويم. وهنا اللحظة المهمة جدا، أول مرة تشوف ابتسامتها. خلينا نشوف فرحتها مع بعض وإزاي هي كانت فرحانة وهي بتشوف لأول مرة. يعني أنا بوريها ابتسامتها قدام الناس وهي بتشوف نفسها ومش مصدقة، دي مش بس أسنان اتظبطت، دي مش بس أسنان اتظبطت، دي ثقة رجعت، والفرحة دي ما بتتنساش. يعني من ضمن الكلام اللي قالته لي أنا مش مصدق نفسي يا دكتور محمد، مش مصدق النتيجة ممكن تبقى كده بالحلاوة دي. وإن شاء الله بإذن الله
نشوفكم في فيديوهات اكتر، واحجز استشارتك دلوقتي مركز الزلوعي طب انت كنت متوقعه النتيجه كده؟ لا صراحة لا. يعني ده احلى من التوقع. ايوه